لو بتقارني نفسك بغيرك وده مضايقِك وعايزة تبطّلي ومش عارفة، بعد الفيديو ده هتعرفي تبطّلي. خلّيني الأول أقول لِك ليه المقارنات مش في صالحِك، لإن ده بيدّيكِ إحساس إنِّك أقل، sense كده of دونية مش لطيف في الموضوع، والنفس البشرية ما بتحبّش الإحساس ده، لإنه بيقلب معاها بمشاعر تانية زي الغيرة والحسد والذُل والاحتقار وانتقام. طَب ليه كل ده؟ خلّيني أقول لِك إنِّك تقدري تقارني نفسِك من غير خزان السلبيات ده كُلّه. وهو إنِّك بدل ما تقارني نَفْسِك بشخص، تقارني نَفْسِك بصفة. يعني مثلًا بدل ما تقارني نَفْسِك بواحدة زميلتِك في الشغل بإنها أشطر أو أحلى أو أغنى أو محبوبة أكتر، خلّيها بقى مقارنة بصفة، صفة الاجتهاد، صفة الوزن المناسب، صفة القبول الاجتماعي. يعني مثلًا بدل ما أقول إنها أشطر منّي، خلّيني أقول إن أنا في الشطارة واصلة عند level 3 وعايزة أعلى شوية لغاية level 7. إزاي ممكن أعمل ده؟ أحُط خطة لده وأشوف لو في حد يساعدني إني أحسّن نَفْسي في صفة الشطارة. وكده كده خزائن ربنا عمرها ما هتخلص، زي ما ادّى غيرِك هيدّيكِ، ركّزي أنتِ بس في الصفات وشوفي الفرق اللي هيحصل في نَفْسِك، بس كده.